السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير جميعا، تحياتي لكم. سوف أكمل الآن عن نتائج التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2026، والتي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بعون الله تعالى صيف العام المقبل. فلنبدأ الآن يا شباب. نتائج يوم أمس: تعادل منتخبي كازاخستاني والبلجيكي بهدفي كل منهما، وفوز المنتخب الإسباني خارج الديار أمام منتخب الجورجي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وفوز المنتخب التركي أمام بلغاريا في مدينة بورصة تركيا بهدفين مقابل لا شيء. وفي مدينة تبليسي عاصمة جورجيا فازت إسبانيا رباعية كما قلت. يوم أمس في مدينة فادويس لخنشتاين فوز منتخب الوالزي فوز متواضع بهدف مقابل لا شيء. فوز ثمين منتخب النمساوي أمام القبرصي بهدفين مقابل لا شيء في مدينة كوليسي. وفوز في مدينة جنيف السويسرية للمنتخب السويسري أمام السويدي بأربعة أهداف مقابل هدف. 4 أهداف، يعني المنتخب السويدي علامة استفهام في تصفيات كأس العالم 2026 شباب، علامة استفهام. والمنتخب السلوفيني والسويدي علامة استفهام، منتخبان كبيران سيغيبان عن المونديال القادم، وخرجا من التصفيات بشكل رسمي بأداء متواضع. لكن المنتخب السويدي هناك نظام المتصدرين دوري أوروبا، إن شاء الله قد أشرح عنه بعد ما ينتهي التصفيات، راح أشرح عنه كيف تأهلوا لهذه المنتخبات إلى البلاي أوفس، المنتخبات التي صدرت مجموعات في دوري أوروبا، بطولة دوري أوروبا، ويفا نيشن ليج، ويفا ناشيونز ليج، يعني دوري أوروبا، يعني هي بطولة ودية لكنها بطابع أوروبي احترافي، يعني عكس كأس أوروبا البطولة الرسمية، هاي البطولة الثانية. فأحيانا متصدرين مجموعات بيستفيدوا من التصنيف الدولي، هذه البطولة أيضا مفيدة للتصنيف الدولي للفيفا. لذلك يعني المنتخب السويدي هناك لديه فرصة، حتى سان مارينو المتواضع لديه فرصة، لكن سنرى الجولة الأخيرة كيف سيكون الوضع. فنكمل الآن يا شباب. تعادل منتخبي الدنماركي وبيلاروسي بهدفين لكل منهما في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، هاي نتيجة جيدة، لعله يتأهل المنتخب الاسكتلندي المونديال ويقصى الدنمارك إلى الملحق. وفوز المنتخب البوسني في مدينة زنيكا أمام رومانيا ب3 أهداف مقابل هدف واحد، بعد أن كان الشوط الأول متأخر بهدف مقابل شيء لصالح المنتخب الروماني العريق، والذي لعب في مونديال 1930 أول مرة كأول منتخب أوروبي شارك، إلى جانب منتخبات فرنسا، يوغوسلافيا وبلجيكا. المنتخب الروماني شارك في هذا المونديال 1930. وفي مدينة لوجبلجينا سلوفينية، لوبيجينا لوجوبيجانا السلوفينية لوبيجانا السلوفينية، فوز منتخب الكوسوفي أمام سلوفينيا المضيف بهدفين مقابل لا شيء، فوز جميل جدا. وفي الختام فوز المنتخب اليوناني في مدينة بيرياس أمام الاسكتلندي ب3 أهداف مقابل هدفين. الآن الصراع كالآتي على المنتخبات التي ستتأهل المونديال الذين لعبوا يوم أمس. مثلا بين المنتخبين ألماني وسلوفاكي، ألمانيا ستحتاج الفوز التعادل لتتأهل، بين المنتخب السلوفاكي عليه الفوز ليتأهل في مدينة ليفركوزن الألمانية. منتخبي السويسري والكوسوفي فرق الأهداف بلس 11، يعني زاد 11، يحتاج إلى 6 أهداف مقابل لا شيء منتخب الكوسوفي، هذا الأمر مستبعد، أمر مستبعد أن يفوز على سويسرا بهذه النتيجة الثقيلة.
وخرجت سلوفينيا مونديال. كما قلت السويد في نظام دوري أوروبا. المنتخب الدنماركي والاسكتلندي. الاسكتلنديين يحتاجون إلى الفوز للتأهل، بينما الدنمارك التعادل أو الفوز ليتأهل في مدينة غلاسكو. المنتخبين فرنسا تأهلت وحسمت المجموعة، لكن على البلاي أوفس بين أيسلندا وأوكرانيا في وقت العاصمة المجرية. المنتخب الأوكراني يحتاج إلى الفوز فقط، التعادل أو فوز أيسلندا يؤهل أيسلندا إلى الملحق العالمي بلاي أوفس. تركيا إسبانيا. تركيا للأسف ستحتاج إلى نتيجة ثقيلة جدا، وهي 9 أهداف قبل شيء ليتأهل مباشر، من فرق الأهداف زائد 14 بلس 14. صعب جدا، مستبعد. المنتخب البرتغالي أقرب للتأهل، لأنه سيحتاج إلى الفوز أمام أرمينيا ليتأهل، لكن إن تعثر أمام المنتخب الأرميني وفاز المنتخب المجري أمام الإيرلندي سيتأهل منتخب مجر المونديال الباشر. طيب، وفرصة جمهورية إيرلندا أن يفوز أمام مجر ب4 أهداف قبل شيء، وأن يخسر المنتخب البرتغالي أمام أرمينيا. المنتخب المجري يحتاج إلى الفوز وأن يتعادل، ليس شرط أن يخسر البرتغال، أن يتعادل وأن يفوز هو ب3 أهداف قبل شيء ليتأهل المجر. 4 أهداف عفوا قبل شيء، وأن يتعادل سلبيا طبعا ليتأهل مباشر المجر. منتخبي الهولندي والبولندي. يعني مستبعد أن المنتخب ليتوانيا أن تفوز على هولندا بنتيجة كبيرة، مستبعد أن يفوز 4 و5-0. هذا أمر مستبعد، لأن المنتخب البولندي سيحتاج إلى فوز كبير أمام المنتخب المالطي، يعني فوز 9-0، وأن يخسر هولندا 4-0. فهذا الأمر مستبعد، أمر مستبعد. الأقرب هي هولندا. منتخبي النمسا وبوسنيا هرسك. النمسا يحتاج إلى تعادل أو فوز يتأهل في العاصمة فيينا، لكن منتخب البوسنيا هرسك قد يحقق مفاجأة ويفوز ويتأهل في المونديال، قد، لكنه أيضا شبه مستبعد، لكن إن شاء الله يفعلها بوسنيا. النرويج وإيطاليا. الإيطاليين يحتاجون إلى فوز ب10 أهداف قبل شيء، وهذا صعب. الفارق زائد 17 هدف بلس 17. منتخب بلجيكا ومقدونيا وويلز. بلجيكا إن فازت أمام منتخب ليechtenstein فهي مباراة سهلة. الصراع على البطاقة الثانية بين منتخبي مقدونيا وويلز، التعادل يفيد مقدونيا والفوز، بينما منتخب ويلزي يحتاج الفوز على أرضه في مدينة كارديف في العاصمة الويلزية. يعني أتوقع تأهل مباشر، رصيد 15 نقطة بلجيكا، 13 مقدونيا، 13 ويلز. الأقرب بلجيكا، لأن مباراته سهلة أمام ليechtenstein. تأهلت إنجلترا المونديال رسميا. ألبانيا تأهلت إلى بلاي أوفس رسميا، وخرجت صربيا 10 نقاط، 14 نقطة ألبانيا. وفي المجموعة الأخيرة حسم التأهل مباشر كرواتيا وجمهورية تشيك الملحق بلاي أوفس. يعطيكم العافية شباب، ننتظركم غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.